السلام عليكم، مرحبا بكم، اهلا بكم في قناة مطبخ فاطمة الزهراء. اليوم حنحضروا على بركة الله الشريطة ولا الحميس، يعني على طريقة ناس البرج، حار وبنين بزاف بزاف. قبل ما نبداو في وصفة اليوم نصليو على النبي اولا عليه افضل الصلوات والسلام، ونقولوا بسم الله ونعطي لكم كيف طريقة تحضيري. انا الشليطة ولا الحميس راح يجي حار. لهنا عندنا طوماطيشة، شوية تاع طرشي، فلفل حار والثوم. اكيد لازم تكون كاين الثوم. ويعني هذه هي مقادير تاع الشريطه ولا الحميص. ونديروا معاه ايضا زيت زيتونه. راح نشويه، انا مانيش حنقليه، البنين هو اللي يجي مشوي. لكن حنعطي لكم واحد التدبيره تاني. المقلي يجي بنين بزاف بزاف، لكن المقلي شويه مضر بالصحه، صفتو اللي عندهم كوليسترول وزيوتات، ومنا نقصوا شويه زيت. على هذيك راح الطرشي نتاعي ولا الفلفل ندهنه بالزيت كما راكم تشوفوا، نعقب عليه بالزيت. اولا راح يجيك شغل مقلي، وثانيتها هذيك القشره اللي من الفوق تتنحى فاسيلمون، ما تقعدش لاصقه. كي نجو نقيوه هذاك الفلفل راح يديركم شويه تاع الشياط هكذا والدخان، بصح والله بزاف بزاف يجي بنين بهذه الطريقه. راكم تشوفوا فيا انا اللي نشوي فيه على الطاجين تاع الحديد هكذا. كي تكون عندكم طاجين تاع الحديد ما تستعملوهش ولا ما عليهش، خلوه الفلفل تشوه عليه، ولا تقدروا تشوه على الشبيكه، يعني شباكه كش ما عندك شباكه تاع الكويزينيير ولا شبيكه كاين اللي تتباع تاع الشوا يعني سبيسيال، تشوي عليه الفلفل نتاعك كما كتشوفي. انا كثرت الحار كثر من الطرشي، نتوما لكم الاختيار، تقدروا ديروا الطرشي اللي هو حلو كثر من الحار، ولا العكس صحيح. نشويه كامل وكما راكم تشوفوا دائما نقلب. انا نستعمل هذه الحطبه باهي تشوى لي تمتم. ايضا راح نستعمل القرون تاع العرب، هذا حار بزاف بزاف هذا الفلفل تاع العرب، ويمد بنا رائعه. ساعات ندير الشليطه نتاعنا غير بالفلفل هذاك الحار. وعندي البورتمونجي، هذه تدبيره تقدروا ديروا في كيس بلاستيكي، لكن حطوه في بورتمونجي ونغطوا عليه ونساوه، يعني خلوه حتى يبرد 5 دقائق 10 دقائق يبرد، ومن بعد يجيكم ساهل في التنقيه نتاعو. نكمل انا كامل نشويه. واخر حاجه نشوي حبه تاع طوماطيشه ثاني هكذا، نحطهم نقلبهم على الجواه في زوج. في البدايه قلت لكم باه يجي بنين، شتو كيفاه شويناه ما قليناهش وعقبنا عليه شويه تاع زيت راح تجي فيه بنه رائعه. وثاني حاجه باه يجي بنين انه ما تمسيش خلاص بالماء، ما تمسيش بالماء. تقدري يعني كي تنقي يديك فقط ولا صباعتك تشليهم بشويه ماء ورجعي نقيه. شوفوا كيف راني نستعمل انا بالسكين فقط، نحي هكذا ها بلا ما نستعمل الماء. وإلا دخلتيه ولا درتيه تحت الحنفيه ولا لوحتيه في الماء راح يجيك ولا تجيك الشليطه ماشي بنينه. يعني نصيحه من عند اخت الخياطه، ما تخلطوهش خلاص بالماء، نقيه هكذا. شوفوا كيف راني نقي فيه بالسكين. علاه قلت لكم دهنوه بالزيت. شوفوا كي تجوا تنقوه يتنقى ساهل مهل، القشره ما تجيش لاصقه مع التحتانيه، يتنحى حتى يعني بالسكين. شوفوا كيفاه، فاهمين خياتي؟ فاهمين. نكملوا الشريطه تاعنا ولا الحميس على طريقه ناس البرج، على طريقه القبائل ايضا هيدا يديروه. زيدو نقيو الطوماطيشه، كي نقولوا الشريطه لازم نديروا فيها طوماطيشه ونديروا فيه الثوم. بالنسبه للطوماطيشه لهذه الكميه انا درت 2 حبيبات، يعني لازم يكونوا حموره ماشي في اللون الازرق. ثاني هي تتقشر ساهله مهله هكذا. كاين اللي يحب يفوتو في الروبو، انا ما نحبش نفوتو في الروبو، راح يدقدق لي خلاص خلاص. نحب نقيه ولا نقطعه بالسكينه. درت 3 فصوص حتى 4 فصوص تاع الثوم. الشليطه نتاعنا تحب الثوم، الثوم صحي ايضا. الان حنشرملو ونقطع بالسكين، يعني كاشي دقوشيه ما عرفتش البوزيسيون، صبروا لي هكذا. نقطعوا بالسكينه وانتوما احرار تقدروا يعني تعقبوه في الروبو، يعني انا لكن نحب نقطعوه هكذا مربعات شويه هكذا صغير. ومن بعد نزيد كي يقلب يطيب نزيد نستعمل واحد الاداه نعبزو، ولا عندكم هذاك الكاس تاع الحديد تاع بكري تبسوا به دوك تشوفوا يعني واش نقصد. نقطع الفلفل كامل بهذه الطريقه ونرجع لخياتي.
بعد ما دقدقناه وقطعناه كيما شفتوا. انا عندي هذوما سبيسيال تاع الشريطه، يعني شريتهم عندي زوج، راح نقسموا على زوج. عندي كميه كبيره، يعني انا درت بزاف، ما تقدروا تستعملوا غير وحده. تقدروا طيبوه في المقلاة، يعني في المقلاة عادي. انا راح نستعمل هذو تاع الفخار. يجي بزاف الشريطه فيه بنينه، باسكو يطيب بالعقل. يعني الشريطه تحب تطيب على نار، يعني على مهلها، وما تزيديلو حتى قطره تاع ماء. قطعت الطوماطيشه، درت الثوم ودرت الملح، هذا واش يحتاج، وبلا اضافه الماء. الشليطه والحمص هاني نقولكم ما تضيفولوش خلاص الماء، فوق النار هاديه، خلاص خليه يطيب على مالو. وشوفوا كيفاه يطلق الماء وحده بلا ما ضفت حتى قطيره تاع ماء. خلاص سي بون تقريبا، يعني هوجت الشريطه تاعنا. في الاخير عندكم هذه الاداه عبزوا بها، ما عندكمش ديروا بالكاس تاع الحديد ولا بالفرشيطه، يعني اللي متواجده عندكم في الدار ديروا بها. شوفوا مازال كاين كميه الماء، كاين اللي يحب ينشف الشليطه كامل، كاين اللي يحب يخليها بالماء تاعها هكذا شويه. راكم شفتوا بلي انا ما ضفتش الزيت، لا كنتوا ما كنتش حابين ديروا لها زيت زيتونه في هذه المرحله. زيدوا الزيت عادي، يعني نباتي. زيدوا حق 2 ملاعق ولا 3 ملاعق في كل، يعني في هذه الكميه. وإلا كنتوا حضيفوا زيت زيتونه خلوها حتى في الاخر. اكيد كي نقولوا الشليطه لازم الكسره، كسره فاطمه الزهراء ولا كسره زوزو راني دايرتها في القناه، نزيد نحط لكم الرابط نتاعها. والخطره الجايه حنعطي لكم انواع تاع كسره، اكيد حتى كسره كاين انواع. لهنا في الاخر انا حتى نطفيت عليها، وديروا في بالكم هذه تحكم كميه تاع حراره حتى كي تطفوا عليها تقعد تبقبق وطيب في الحاجه. على هذيك خليتها حتى شويه هدات، باه ضفت زيت زيتونه بتبقى الريحه هذيك الله تاع زيت زيتونه. اكيد الشريطه الحاره ولا الحميص الحار يحتاج زيت زيتونه، اكيد هذا مفروغ منه. حنا يعني معروفين هنا بالشريطه. الشريطه عندنا لازم تكون يوميا، هي والكسيره، هي والكسره كما راكم تشوفوا. الكسره تجي مبسه ما شاء الله، الله يبارك كما راكم تشوفوا فيها. والشليطه ايضا تجي حاره، تنحي الغمة اللي على قلبك. ان شاء الله فيديو تاع نهار اليوم يكون نال اعجابكم حبيباتي مشتركات ومشتركين في قناتي. نتمنى اللي شافوا فيديو تاع اليوم وما هوش مشترك نتمنى يشترك في قناتي. شوفوا الكسره شحال راهي هايله ما شاء الله. تكون ذوق معكم ونقول لكم اسمحوا لي شهيتكم في الجنه. ما تنسونيش باللايك، بارطاج الفيديو والاشتراك، وحطوا لي تحت التعليق يخلي لي يعني هذاك الحافز على المواصله. يلا مع السلامه.